ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ لا، ده احنا فضل ونعمة الحمد لله ان احنا بطلنا بطولة افريقيا. احنا ما كناش نقدر نستحمل 120 دقيقة تاني او اكتر بالاداء المزري اللي احنا شفناه ده. وبعدين ايه علي محمد علي ده مستفز اكتر من المنتخب نفسه مستفز. وبعدين احنا دلوقتي متضايقين ليه؟ ما كل ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على فساد ومحسوبية ومجاملة وسبوبة فهو باطل. ايه النتيجة الكويسة اللي احنا مستنيينها تحصل وانت عندك المعطيات كلها فاسدة وغلط من اتحاد كورة ومن جهاز فني ومن لاعبين؟ تعال نمسكهم واحدة واحدة ونبدأ مع أس الفساد. الاتحاد المصري لكرة القدم جه الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي، تمام، في شهر يناير 2022. تمام، جملة تعاقدوا مع كيروش لبسوه في البطولة العربية. البطولة العربية دي ما كانتش على البال ولا على خاطر إن هي هتتلعب، ومع ذلك الراجل وصل فيها النهائي واتهزم من السعودية. جم بعد كده في أفريقيا اللي ما كانوش عارفين هيلعبوها ولا لأ، وعملوا مشاكل مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وهكذا، إن البطولة ما كانتش مخطط ليها إن هي تلعب، ما كانش معروف إن هي هتلعب ولا لأ. جه الراجل خدنا وصلنا نهائي وتهزمنا ضربات الترجيح، وقبل ما نوصل للنهائي كان في ماتش نيجيريا، أول ماتش اتلعب. طبعا المنتخب اتهزم بطريقة وحشة جدا واللاعبين كانوا سيئين جدا. يطلع بعد الماتش يتسرب عقد المدرب ويتقال إن هو بياخد قد كده. هيتسرب منين؟ هيتسرب من جوه اتحاد الكورة. ادي الفساد. ضيف على كده بعد ما اتهزمنا من البطولة وطلعنا مع راجل وصلنا نهائي واحنا يعتبر ما عندناش جيل قوي. بعد ما اتهزمنا وطلعنا من بطولة افريقيا راح طلع عضو من اتحاد الكورة قال لك لا، ما احنا مش بنلعب كورة حلوة، احنا بنلعب كورة دفاعية، ما ينفعناش المدرب ده، مش طموح الكرة المصرية. يا راجل يا مؤمن، ده المدرب بنفسه طلع قال لك انك انت عندك معظم لاعبين المنتخب ما عندهمش اساسيات كرة القدم. لعيبة مش عارفة تتمركز ولا تباصي كويس، عايزهم يلعبوا كرة هجومية ازاي ويستحوذوا على الكرة ازاي. عدت بطولة أفريقيا ولعبنا الماتش المؤهل لكأس العالم ضد السنغال وبرضه اتهزمنا ضربات الترجيح. جينا بقى الدنيا قامت على الراجل، تمام، وكنا شايفين، بس شايفين أداء، شايفين إنك أنت جيل لمنتخب مصر مهزوز أو مش قوي، بتواجه أقوى نسخة للسنغال يعتبر في تاريخها أو تاني أقوى نسخة للسنغال بتاعت كأس العالم 2002. يعني ما يبقاش الهجوم على الراجل بالمنظر ده. طلع بعد كده جمال علام، عرفنا ان هو ما جددش العقد مع كيروش. وبعد ما خلصنا القصة دي طلعنا في الإعلام الأستاذ جمال علام قال لك ما احنا مش معانا دولارات، فهنروح نتعاقد مع مدرب مصري هو إيهاب جلال. يعني مش عشان المدرب المصري كفاءة أو إيهاب جلال كويس، لأ، عشان مش معانا دولارات. الفكره احنا كنا قاعدين، طبعا اتسالنا حاجه واحده بس، جبت بتاع الماليات من فوق. اه. انت عندك دولارات وعندك فلوس قد ايه؟ اه. قال لي لا انا ما عنديش دولارات. اه. طب هنجيب للاجنبي ده هقعده بايه؟ امم. نعم. تمام. امم. فقلنا خلاص ناخد قرار يا جدعان ان مدير فني مصري. رحنا جبنا إيهاب جلال لعبناه ماتشين، الأداء زي ما انتوا شفتوا. طبعا الراجل مضغوط عشان جايبينه عشان مش معانا دولارات. رحنا أقلناه بعد ماتشين. طيب، رحنا بعد كده عملنا أستاذ حازم، تمام، سافر وتعاقد مع روي فيتوريا. جه روي فيتوريا وبدأت المنظومة معاه، كان ماشي كويس والدنيا كويسة. جينا في كأس الأمم زي ما انتوا شفتوا اتحاد الكورة بقى فضحنا ازاي في العالم. طلعت صحيفة اي اس بي ان الاسبانية بتقول ان الاتحاد المصري سكرفاي بكاو، يعني بيضحي ببقرة. ليه؟ لتجنب الإصابات. ده نص اللي طلعت الصحيفة قالته، وهوريها لكم، هبقى أوريها لكم على الشاشة. إن الاتحاد المصري يضحي ببقرة لتجنب الإصابات وكسر حالة التعادلات وقلب الحبيب وشوية زبيب وفركهم مع بعض، وهي دي الخلطة السحرية للفوز. ما ده طبيعي. مستنيين ايه يعني؟ يطلع يتقال علينا ايه تاني غير كده يعني؟ مش مشكلة ابدا انك انت تضحي. انت بتضحي بحاجة او بتذبح حاجة عشان تدي غلابة. مش دي القضية. القضية انك انت بتعمل كده، تمام، عشان الفعل الحسن او الطالع، او عشان تتجنب اصابات وكسر حالة تعادلات. يعني مستنيين ايه برضو من فكر الناس زي دي اللي خلاهم وافقوا على اعلان ان انت لما بتغير المكان او تغير العادات يمكن ده يفك النحس. طب ما نعتمد في التطوير، نعتمد ان اللعيبة تبذل اقصى من عندها، لا احنا نغير عادات. غريبة في 2024 تطلع صحيفة زي اسبان تتكلم على حاجة شبه كده. احنا رجعنا لزمن العصور الوسطى. يعني بعد ما تطلع الصحيفة دي تتكلم ان مصر جهاز الفني المنتخب المصري تطور في علاج الإصابة الفلانية بالنظام الفلاني او في انجاز حصل، لا، تطلع تتكلم على التضحية ببقرة عشان نتجنب الإصابات.
طيب بالنسبة للجزء التاني الخاص باللاعبين، اللعيبة اللي موجودة حاليا دي من أسوأ الأجيال جت في تاريخ مصر. طبعا بعد الجيل الذهبي بتاع 2006 2008 و2010 والثلاث بطولات اللي حققناها، جت فترة فراغ ولا رحنا أفريقيا أساسا عشان نحققها، لغاية 2017 ما جالنا كوبر ودانا أفريقيا ونافسنا فيها. أي نعم الأداء كان مزري، وحش جدا، تمام، ما كناش بنهاجم ولا أي حاجة ولا بنلعب الكورة الكويسة اللي هو بنستمتع بيها، بس على الأقل كنا بنعرف نعمل حاجة في الكورة، كنا بنعرف ندافع، كنا بنعرف نترص ورا وجبنا جول ندافع عليه، يا اما ندافع اساسا لغايه ما نوصل لضربات الترجيح ونفوز بالطريقه دي، لغايه ما انت وصلت النهائي واتهزمت. خلصنا من كوبر، رحنا كاس العالم ما قدمناش اداء كويس، اتمردنا على كوبر بعد ما كنا وصلنا كاس العالم بعد كام سنه ما كناش وصلنا، رحنا مشينا كوبر. طيب جبنا مين بعد كوبر؟ جبنا خفير اجير، ليه؟ عشان نلعب كره هجوميه. جينا في بطولة 2019 اللي هي على أرضك، ومعاك واحد من أفضل 5 لاعبين في العالم وأفضل لاعب في أفريقيا زي صلاح، والبطولة بتتلعب على أرضك، ومعاك مدرب أنت جايبه مخصوص للبطولة، المفروض تحقق أحسن حاجة. لكن إزاي؟ ما شتتتش اللعيبة أذهانها ودخلت مواضيع فرعية في البطولة، مينفعش. جيت قصة عمرو وردة واللي حصلت، ولينا لاعب زي المحمدي بيروح للجمهور وهو بيحتفل وهو حاطط صباعه على بقه، يعني كانوا بيشاور للجمهور كده، وجاي صلاح وهو بيحتفل بيرفع قميص عمرو وردة، ليه؟ هو شهيد. يعني كل ده عشان طلعت اخبار ان الجهاز الفني او الاتحاد المصري عايز يمشيه من قائمة المنتخب، ما يبقاش موجود في البطولة. ده راجل متحرش، يعني, يعني انت بتدافع عنه ليه؟ في فرق انك انت بتدافع عنه شخصيا وعشان كلنا بنغلط، في فرق ما بين الالتزام بمعسكر، التزام معسكر منتخب، دي قصة ودي قصة تانية. فين الاحترافية في الموضوع؟ ورحنا اتهزمنا وطلعنا من دور 16. طيب بعد بطولة أفريقيا 2023 شفنا الأداء المزري من اللعيبة فقيرة جدا فنيا. كل اللي بتعمله اللعيبة هي ردة فعل، لما بيدخل فيها جول بتحاول تعمل ردة فعل مش أكتر من كده. دي لعيبة مش عايزة تفوز، دي لعيبة مش عايزة تحقق حاجة، بس بتجرحها كرامتها شوية لما تحس نفسها مهزوم، مش أكتر من كده. منتخب مصري فقير بلاعيبته. آخر حاجة بالنسبة للجهاز الفني، أولا احنا عندنا مدرب ضعيف الشخصية. احنا ما ينفعناش المدرب اللي هو واقف على الخط ده، تمام، مستني يتكتب كتابه. احنا عايزين مدرب يشد اللعيبه وهو واقف على الخط كانه معاه كرباج اسواني، ده اللي هيشد اللعيبه بتاعتنا. اللعيب لما تبص له وتحسسه انك انت معاه في كل خطوه هو بيعملها في الملعب هياخد باله، ده اللاعب المصري. لكن تبقى واقف حاطط ايدك على خدك او تحت دقنك وقاعد ساكت كده، هيترخ. ده طبعنا لما تلاقي المدرب بالمنظر ده، اللعيبه بتشد نفسها. لما تلاقي مدرب في دنيا تانية او مدرب هادي بطبعه، ده ما ينفعش مع اللعيب المصري. طيب قصه تانية بالنسبه للمدرب، قصه محمود حماده ولاشين. انا مش هشايل محمود حماده الكره اللي ضاعت منه. لاعب زي ده انت اكيد مش مجهزه نفسيا ان هو ينزل، مش مجهزه من قبل الماتش ان هو ممكن يلعب، مش مدربه كويس في المركز ده ان هو ممكن ينزل بديل في الوقت ده. انت بتعمل سيناريو للمباراه قبل المباراه، فمش هشيله ذنب الكره اللي ضيعها. ومهند لاشين سمعنا من يومين ثلاثة إن هو قبل ما ينزل كان في غرفة تبديل الملابس، ليه؟ عشان كان بيراضي محمد حمدي عشان اتطرد. ده إيه ده؟ عزبة دي. يعني يا جماعة نشوف إمام عاشور لما نزل البطولة اللي فاتت ولعب باك رايت على ماني، عمل ماتش تاريخي قدام ماني. ليه؟ لأن المدرب كان مجهزه، المدرب كان عارف إن هو محتاجه في المكان ده وهيجي مجهزه عشان ينزله في المكان ده. فين تجهيز اللعيبة دي؟ طيب ضيف على كده أبو جبل. تعالى لي يا أبو جبل، البطولة التاريخية اللي عملها أبو جبل السنة اللي فاتت في البلنتس ليه؟ في البلنتيات ليه؟ يعني الورقة، تعالى نبص على الورقة اللي كانت معمولة له على الإزازة بتاعت السنة دي وبتاعت السنة اللي فاتت. أول حاجة خلينا في بتاعت السنة اللي فاتت. بتاعت السنة اللي فاتت معمول له ورقة متعوب فيها، الجهاز الفني تعبان فيها، معمول له إحصائية إن اللاعب ده بيشوط كم مرة في اليمين كم مرة في الشمال، تمام، وأنت توقع. يعني احنا جبنا لك الإحصائية وأنت تعامل على أساسها، بص في الإزازة شوف ده بيشوط كم مرة هنا وكم مرة هنا وأنت تعامل على أساسها. لكن بتاعت السنة دي يعني مكتوب له رقم 7 بشوط شمال، رقم 8 بشوط شمال. هو في حاجة كده يا مؤمن؟ في حاجة اسمها رقم 7 بشوط شمال؟ هو ما بيعرفش يشوط في الزاوية دي؟ لاعب محترف ما بيشوطش غير في زاوية واحدة؟ تعالى نفترض إن اللعيبة كلها كانت خدت بالها بعد أول كورة راح معاها أبو جبل شمال وواحد غير بس وشاتها يمين، إن هو راح شمال، وتاني كورة نفس الكلام، خلاص فهموا القصة، عارفوا إن هو مكتوب له كده كلهم هيغيروا. وهو راح طبعا قلق واتوتر بعد أول كورة أو كورتين ما صدهمش، وواحد الزاوية عشان يحاول يجيب منهم كورة. ده كلام؟
دي شوف الفرق ما بين الازازه الاولى بتاعت كيروش والازازه التانيه بتاعت فيتوريا. فريق فني بتاع كيروش تعب في الازازه، السكاوتنج بتاعه او الجهاز الفني التحليلي بتاعه مطلع حاجه متعوب فيها. التانيه حاجه كده على الله حكايتها. مش عارف صراحه اقول ايه على المنتخب ده، غير ان المنظومه كلها محتاجه تتغير، من اتحاد كوره للمدير فني. مدير فني بيسالوه بيقول لك انتوا جايبين كاس العالم وبطوله افريقيا ايه؟ يعني حرقوا دمنا وتعبونا. شكرا.